في الفيديو ده هنتكلم عن كل انواع مواتير المراوح اللي موجوده، سواء للمراوح الستاند والمروحه البوكس. الباشمهندس احمد هيشرح لنا كل موتور، مميزاته وعيوبه وسعره برضه يعني. بفكرك ان القناه عليها قوائم تشغيل مرتبه للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسه والصيانه العامه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. دكتور هندسه. نبتدي الاول بالمواتير للمراوح الستاند. اي موتور من دول يركب على الموتور المروحه الستاند والمروحه الحائط. يعني احنا عندنا تقريبا ثلاث انواع من المراوح. مروحه التوشيبا والفريش والصين والمروحه الصين. جميل قوي. خلينا نبتدي بالتوشيبا. تمام هندسه. ده بالنسبه للموتور التوشيبا الاصلي، تمام، اللي هو معاه ضمان 6 شهور دي عيب الصناعه. تمام. ده الموتور الاصلي اللي هو بتاع توشيبا، اللي هو بتاع العربي. سعره هندسه عامل 725. ده افضل موتور توشيبا. ده افضل موتور التوشيبا. ده الاصلي. ده عامل 725 جنيه هندسه. ده الموتور اللي بعده اللي هو الفيتنامي، بيركب على التوشيبا برضه، بس ده موتور فيتنامي. تمام. ده كويس، ده نمره 2 من بعد الاصلي. ده عامل 600 جنيه. ده موتور محترم برضه وكويس، ويعني ملف بتاعه نحاس حاجه كويسه، يعني كواليتي كويس. جميل. تمام هندسه. الدرجه الموتور رقم 3 بالنسبه للتوشيبا برضو اللي هو الصيني، بس الصيني ده مميز عن اي موتور صيني. يعني الصيني ده راكب على بلي. على بلي مش جلد. راكب على بلي، يعني حاجه تعيش معاك يعني ان شاء الله. تمام. هنا بلي مش جلد. ده بلي مش جلد. موتور زي ده صيني، صناعه صيني، بس ده راكب على بلي وملفات نحاس 100%، مش ألموني. ده عامل كام بقى؟ ده مكثفه كمان 2، مش مكثفه 1.5. فده بيبقى اشد يعني. طبعا ان شاء الله. تمام. ده عامل كام بقى؟ ده عامل 450 هندسه. تمام. انا عايز اعرف بس حضرتك فرقت ازاي بينه وبين الفيتنامي؟ بالنسبه في الخامه برضه في كل صناعه لها مختلفه. ده مكتوب ده صيني، تمام. باين خالص انه صيني. مكتوب على التيكت صيني. ده التيكت بتاعه مكتوب عليه فيتنامي. تاني حاجه لو حتى مش موجود تيكت احنا بنعرفه، ده تقفيل الخامه واضح ان في هنا تقل. واضح. في اهتمام هنا. في اهتمام شويه. بعد تمام. ده الدرجه رقم 2، ده رقم 3. تمام هندسه. خلاص يبقى احنا قلنا التوشيبا كده. التوشيبا اللي هو ده اول درجه اللي هو الاصلي اللي بضمان العربي. تمام. 725 جنيه. 725 جنيه. واي قطعه بتاعه العربي موجوده ان شاء الله. احنا توكيل، معانا توكيل العربي. بالنسبه ده تاني درجه. ده تاني درجه. ده الفيتنام 600 جنيه. ده الصيني، ده سعر المستهلك. ده عامل 450 جنيه. كل الاسعار دي للمستهلك. ده موتور الستاند الفريش او الحائط اللي هو جسمه الالموني. ده موتور طبعا ملف نحاس، اكس كويس، جلب كويسه. ده عامل 600 جنيه. 600 جنيه الفيتنامي. الفيتنامي ده للموتور الفريش. فيتنامي موتور كويس. الموتور اللي هو بيركب على اي موتور اقتصادي او موتور صيني، ده فيتنامي. ده بيركب على اي مروحه اقتصاديه. اي اقتصاديه او اللي هو الصيني. تمام. الصين بس ده موتور فيتنامي، يعني حاجه محترمه جدا. المكثف بتاعه 2، اللي عندك الملفات بتاعته نحاس. تمام. اللي ده فيتنام، صناعه فيتنام 100%. ده موتور اصل كويس يعني محترم. معلش سؤال كده على جنب. ده يركب للبريفكس؟ انواع وموديلات مش كل الموديلات هندسه. يعني في موديلات في البريفكس ممكن يركب لها ده، وفي موديلات يركب لها الالموني، جسم الالموني. تمام هندسه. بنخش بقى على الصيني. ماشي هندسه. ده الدرجه الثانيه يعني. ده الدرجه الثانيه في الصيني. تمام. ده خامه محترمه جدا. ده الموتور ده السوتر بتاعه 25 سم. تمام. ده مكثفه 2.5 مش 2 ولا 1.5. تمام. ده موتور محترم جدا. هو ده ملفه ألمونيوم بس. ملف ألمونيوم بس ملف مليان، يعني ملف يعني بص لو انت ركزت الكاميرا هنا ملف مليان جدا. احسن. وعليه طبقه ورنيش يستحمل الحراره لفترات طويله. موتور يشتغل معاك لفترات طويله وافضل سعر. تمام هندسه. السعر ده كان كام؟ ده سعره هندسه 475. ده 475. ده عامل 300 جنيه هندسه. 300 بس؟ 300 بس. وفي حاجات عندنا اقل، اللي هو الخامه درجه اقل عامله 275، وفي حاجه عامله 250، وفي حاجه 210. بس انا كنت شاري ده قبل كده كان اكتر من كده يعني. لا كده انت حاجه. لا ده موتور محترم جدا هندسه، وعشان احنا موزعين ليه فبنبيع بقى لسعر. الاسعار اللي بتقولها دي اسعار المستهلك. اسعار المستهلك. في عندنا توزيع برضو لجميع المحافظات ولجميع التجار بافضل سعر ان شاء الله. تمام. المواتير دي بتشتغل على كل المراوح تقريبا الاقتصاديه. معظم المراوح الاقتصاديه اللي هو الموديل اللي هو الصيني. تمام. خلاص يبقى احنا كده عرفنا جميع انواع المواتير اللي بتشتغل على المروحه ستاند او الحائط. نتكلم بقى في المواتير بتاعه المروحه البوكس اللي هي دي كده.
ده الموتور البوكس الفيتنامي، وده الموتور البوكس الصيني هندسه. ده الفيتنام وده الصين. وده الصين. تمام. ده الصين. فرقت بينهم ازاي؟ عرفت منين؟ مكتوب عليهم برضه الخامه اول حاجه، وبرده مكتوب عليه هنا ده فيتنامي وده مكتوب عليه الصيني. انا السؤال كده يا باشمهندس، ما بتحصلش ان ممكن موتور صيني يتكتب عليه فيتنامي؟ في كتير، بس بالنسبه للي هم يعني بالنسبه اللي هم التجار او الفنيين بيبقوا عارفين يقدروا يفرقوا ما بين الصين والفيتنام. الخامه بتاعته الجلب نفسها جلب جرافيت كويسه محترمه جدا، ملفات نحاس نحاس صافي. يستحمل معاك درجات حراره شغل 24 ساعه، ما فيش اي مشكله منه. انا حاسس ان هو خامته فعلا لما تيجي تشوف خامته كويسه. في فرق بين ده كخامه في الاكس وفي الحديد او الجلب نفسها. ده الصيني، ده الصيني وده الفيتنامي. طيب ده نوع كويس الصيني ده كويس؟ ده اللي هو الاقتصادي، ده اللي هو اقل سعر. ده 370 هندسه. تمام. وده عامل 235. تمام كده اللي بيركبوا لاي مراوح بوكس ايا كان نوعها. عادي مفيش مشكله. طيب انا بشكر المهندس احمد امين صاحب شركه الامين. المهندس احمد مستعد لتوزيع اي قطع غيار باي كميات في اي مكان في مصر، واسعار خاصه للكميات. اسعار خاصه ان شاء الله للكميات لجميع التجار، افضل سعر ان شاء الله. طبعا قناه دكتور هندسه هيبقى في عروض ولا لا؟ لا، في خصم ان شاء الله وفي عروض طبعا ان شاء الله. ده عشاننا يا باشمهندس احمد.